السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اليوم فيديو جديد على قناتي وقناتكم تسنيم والوردي. مرحبا بكم، تصبحوا وتربحوا كي صبحتوا لاباس بخير، كل شيء هاني الحمد لله ولله الحمد. نصليو على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الاول، ونبداو في الوصفه ديالنا اليوم مع وصفه جديده. وما تنساوش فضلا وليس امرا تعاونوا معنا نخدموا على وليداتنا حلالا طيبه بسبسكرايب وجيم وكومونتير زوين في حالكم. ويلا نبداو الوصفه ديالنا. الوصفه ديالنا كالتالي: اليوم غنديروا خبيز كيجي هشيش ورطب وزوين، ووصفه ناجحه وبطبيعه الحال بتقنيات سهله وبسيطه. بامكان اي واحد يدير خبيز زوين ويكون ديال الدار، شي حاجه نقيه وزوينه كما كتعرفوا دائما. اذا نبداو بالاول. شي 4 كاس ديال الزيت نحتاجوه، كاس 2 زليفات ديال الدقيق الكامل اللي هو القمح الكامل اللي هو الزرع هذا كما كتشوفوا، زليفه ديال الدقيق الابيض، الماء الدافي اللي غنحتاجو في العجن، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه صغيره ديال الملح. كما كتشوفوا تبعوني في الطريقه ديالي. هذا الخبز كيجي هشيش وبنين ورطب ديال تحميره الوجه. دابا غنبداو معكم بالمراحل. نديروا الزرع كما كتشوفوا. قاعده تقول ديما ان النواشف نخلطوهم مع بعضياتهم هما الاولين. نضيفوا هاد المكونات حتى هي، ونديروا تحريكه بسيطه بالمعلقه هكا باش يتخلطوا لينا ويتندمجوا مع بعضياتهم هكذا صافي. تخلطوا لينا دابا مع بعضياتهم. دابا غنعجنوها وغنعجنوها في العجانه. اللي بغات تعجن بيديها تعجنها، انا صراحه ندير العجانه. اذا نديروها في العجانه ونتلاقاو من بعد. اذا كما كنقولوا ديما حركات يدويه بسيطه، يعني افكار بسيطه وتقنيات بسيطه غتقدر تخرج لينا حنا خبيز زوين وديال تحميره الوجع ومفشفش، وبتقنيات ساهلين. ما تحتاجي لا دلك لا علك لا والو. لا كانت عندك العجانه ديري العجانه، ما كانش عندك العجانه غير تبعيني بهذه الطريقه هذه، وبلا ما تدلكيه بلا والو، غير تبعيني وغيجي لك واعر ومفشفش. دابا المرحله اللي غنديرو نضيفوا شويه الزيت صافي. نديروا الماء الكافي اللي غيعجن لينا هذا الخبيز هذا هكذا صافي. ودابا غنعجنوها ونتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا معنا دابا تعجنات لينا العجينه خفيفه، كتبقى هي ما كتكونش قاصحه، كتكون خفيفه على هذا الشكل هذا. كتلصق، خليوها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها، ونرجعوا نوريوكم المرحله القادمه. بقاو معنا. كما كتشوفوا معنا من بعد ما قرصنا الخبيزه ديالنا، ها هي قرصناها على هذا الشكل وخليناها ارتاحت شويه. دابا غنقرصوها، نديروا ليها الطحين هكا نقرصوا الخبيز ديالنا. غيجي يا سلام، كيجي خفيف وزوين وبنين، تشبعوش منه، كيجي كيشفنج. جربوا بالطريقه وشوفوا كيفاش غيصدق ليكم، يجي يا سلام. حنا كنقرصوه، حنا كنديروه في الطحين باش ما يلتصقش لينا. يلا هكذا يا سلام. والعجينه خفيفه كتعطيكم الطوع في يديكم، يعني في اي اتجاه درتوها راه غتمشي معاكم، لانها ناجحه 100%. ها الخبيز ديالنا واجد، والغديوه ديالنا كذلك واجده وبالصحه والراحه. تشوفوا هكا
صافي ها هي واجده لينا الخبيزه ديالنا. ها هي الخبيزه التاليه. هذيك المقادير اللي عطيتكم خرجت لينا 2 خبيزات كبار وشباعيين. هكا نديرو الطحين باش ما تلصقش.